ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اول فيديو في القناة بتاعتنا، يا رب يعجبكم. والمباراة دي لعبتها، كانت مباراة قوية جدا، ولعبتها بدكة 94.8 من 10. يلا نشوف المراجعة. اول نقلة لعبها F4. بعد F4 رحت لاعب D5، حاطط بدأ في النص. راح بعديها لعب لي D4. بعد دي 4 رحت لاعب نايت سي 6. مش احسن نقلة نايت سي 6، احسن نقلة في الموقف ده المفروض بيشوب اف 5. بيشوب اف 5 هي احسن نقلة، لكن انا لعبت نايت سي 6. بعديها هو لاعب اي 3. بعد اي 3 رحت لاعب نايت اف 6. بعد نايت اف 6 راح هو لاعب سي 3. سي 3 هنا نقلة غير دقيقة، أحسن نقلة في الموقف ده نايت اف 3. لكن هو لعب سي 3. بعديها رحت لاعب بيشوب جي 4 بفكرة اللي أنا طالب الوزير. نقلة جيدة مش وحشة، بس أحسن نقلة اللي هي المفروض كنت ألعب بيشوب اف 5 مش بيشوب جي 4، عشان أبقى مسيطر على المربع ده. حتى لو طلع بالفيل أكسره وأحط النايت بعد كده في الاي 4. راح بعد كده هو لاعب نايت اف 3. نايت اف 3 بيست موف. بعد كده رحت لاعب انا اي 6 بيست موف. راح لاعب بعديها بيشوب دي 3. بيشوب دي 3 احسن نقله في الموقف ده المفروض تبقى نايت دي 2، عشان لو انا كسرت ياكل بالحصان التاني. ورحت انا لاعب نقله هنا غير دقيقه، وهي نايت اي 7. نايت اي 7 قفلت على الفيل، مش عارف يعني، كانت نقله غير دقيقه. بس انا كانت فكرتي اللي انا جايبها هنا عشان بعد كده احط البيشوب هنا عشان ما يكسرش وعوج ولا بادئ، فكنت عايزه ياكل بعد كده ياكل بالحصان ضغط على الاي 3. بس المفروض كنت اطلع البيشوب الاول بعد كده ارجع. تمام، راح هو مبيت افضل نقله. بعد كده رحت لاعب بيشوب فعلا اف 5. راح هو لاعب كوين سي 2. كوين سي 2 فكرتها لو انا كسرت هياكل بالوزير، وكمان بيضغط. بس يعني احس هي مش احسن نقلة. احسن نقلة في الموقف ده هي بيشوب اي 2، يرجع بالفيل. ورحت انا لاعب هنا جي 6 بيست موف على الانجن. راح هو لاعب نايت دي 2. نايت دي 2 يعني حلوة هيك، الفيل ملهوش مستقبل هنا، ممكن يفتح له بقى من هنا ويضرب الوسط. رحت انا لاعب بيشوب جي 7. بعديها راح هو لاعب لي اي 4. اي 4 هنا رحت انا واكل بيضة في بيضة على طول بيست موف. راح هو واكل بالحصان، رحت انا مبيت. التبييت نقلة حلوة مش وحشة. بعد كده راح هو كسر حصان في حصان، رحت انا واكل بالفيل. بعد ما انا اكلت بالفيل راح هو لعب لي نايت اي 5. فكرة لو كسرت يحط بيضة كمان، يعني هي نقلة كويسة. بعد كده بس أنا بقى رحت لاعب إيه؟ لاعب سي لاعب بي 6. لاعب بي 6 فكرتي اللي أنا أضرب الوسط بسي 5. هو أنا كنت أقدر آكل بسي 5، بس هو ممكن يكسر البيشوب الأول بعد كده ياخد بيدق. فرحت قلت ألعب بي 6، بعد كده أروح لاعب سي 5. راح هو واكل فيل في فيل، رحت أنا أكلت بالنايت. بعد كده راح لاعب لي كوين اي 4. كوين اي 4 رحت لاعب عليها سي 5. بعد كده راح لعب لي بيشوب اي 3. بيشوب اي 3 نقلة غير دقيقة، هنا المفروض بيست موف ياكل وهيخليني ياكل ويعمل لي بدأ لوحده هنا وبدأ لوحده هنا. لكن هو لعب بيشوب اي 3. رحت انا واكل بيضة في بيضة. المفروض بيست موف هنا انا كنت اكل بالفيل، بس انا قلت اكل بيضة في بيضة. راح اكل بالبيضة. رحت انا لاعب روكسي 8. روكسي 8 بهيمن على عمود، يعني حتى لو جالي ممكن بشيل الوزير واوصل القلعتين ببعض. راح هو لاعب فعلا روكسي 1. رحت انا لاعب بيست موف هنا المفروض دي 6، لكن انا لعبت
كوين اي 7. كوين اي 7 يعني كويسة مش وحشة برضو، ولغاية دلوقتي انا معايا افضلية. بعد كده راح هو لاعب نايت جي 4. فكرة نايت جي 4 اللي هو عايز ياكل الفيل اللي في الاف 6. رحت انا لاعب رجع بالفيل في الجي 7 عشان ما ياكلش بالحصان. بعد كده راح هو راجع تاني نايت اي 5، ودي بيست موف. رحت انا رايح كوين بي 4. قعدت افكر في هنا العب ايه، لقيت اللي انا الوزير ملهوش قيمه هنا، فانا عايز اطوره. رحت طورته في كوين بي 4، ضغط على البيضه اللي في البي 2، وكمان ضغط على البيضه اللي في دي 4. راح هو هنا عامل البلندر ده. بلندر ده لعب نايت سي 6. هنا بقى قعدت افكر شويه اعمل ايه. هو هنا معايا افضليه كبيره كمان. رحت لاعب نقله بريليانت موف، روك تيكس على السي 6. روك تيكس على السي 6 ليها افكار كتير. يعني مثلا لو هو هنا اكل بالروك، فانا ساعتها اروح مكسر حصان في فيل. لو اكل بالوزير اروح واكل البيضة اللي على الدي 4 ربطه. طب لو هنا مثلا اكل بالوزير فهو ساب لي الفيل اللي فوق، وكده انا واخد معايا قطعة. راح هو اكل بالروك، ودي بيست موف. رحت انا بعديها لاعب نايت تيكس اي 3، دي بيست موف. فكرة لو هو اكل بالوزير اروح ربطه بالفيل على طول في الدي 4. لكن هو ما اكلش ولعب ميستيك كبير، وهو روك اي 1 وما شافش اللي هو وزيري عند البي 4، بص عليه. رحت مديله تشيك ميت. صراحة المرة دي يعني مش كبيرة، بس مباراة حلوة وعملت فيها بريليانت موف كانت حلوة بصراحة، اللي هي بتاعت روكسي 6. هنا روكسي 6 بعد ما لعب نايتسي 6 رحت واكل روكسي 6. دي كانت نقلة حلوة، وانا كده عارف ان انا معايا افضلية، بس الحمد لله عرفت اطورها وكسبت. ويعني كان جيم حلو، وهو ده التقييم بتاعي. كنت عملت 94.8 وعملت 9 بيست موف، وأربع نقلات ممتازة وخمسة جيد وواحدة بوك. بس عملت 3 نقلات غير دقيقة، أولهم اللي هي نايت سي 6. بس كان جيم حلو استمتعت بيه، يا رب يكون عجبكم. والجيم ده عملته بتصنيف 2350. كان جيم حلو، يا رب يكون عجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.